كنتم طيبين وعيدكم مبارك اولا، واتمنى ان شاء الله اليوم نظهر المظهر الجيد. و يعني المباراة زي ما انتم شايفين يعني تقام على ارض وجمهور الفريق الخصم، وان شاء الله نقدم اليوم مباراة بس على اقل تقدير نظهر مظهر جيد ونظهر بنتيجة إيجابية عشان نقدر مباراة الإياب نحسمها إن شاء الله في الرياض. خلينا نتكلم أبو الوليد، معسكر مبكر يعني تقريبا 7 أيام، هل هذا المعسكر إيجابي أم سلبي على اللاعبين؟ لا، إيجابي بشكل كبير، لأنه لو تركنا اختلاف الأكل، اختلاف الطقس، اختلاف أيضا رمضان والعيد، ضاعت علينا المباراة. فكان المفروض أنه يعني نعمل المعسكر هذا، وطبعا لأنه بلد مثل بلد كوريا بعيد جدا عن الأراضي السعودية، فلازم انك تروح تعسكر بمكان قريب. جميل ابو الوليد، خلينا نتكلم يعني في اخر 5 دقائق في يعني تمارين الامس تعرض عبد الله الشيل نقول الى اصابه يعني كانت مفاجاه للمدرب، غيرت من العديد من الاوراق. ما في شك اصابه عبد الله الشيل غيرت كثير من الاوراق ولخبطت كثير من الاوراق، لكن ان شاء الله البقيه فيهم الخير والبركه. نادي الشباب نادي غني باللاعبين، واليوم حسن معاذ ان شاء الله فيه الخير والبركه. ابو الوليد، انت مقتنع من تشكيله المدرب اللي فيها غياب ايضا لقلب دفاع، يعني الفريق يدخل في دكه الاحتياط لا يوجد اي قلب دفاع؟ والله احنا ناقشناه ومقتنع هو بالتشكيله اللي وضعها، واحنا ناقشناه وتكلمنا معه امس واليوم وحذرته انا في النقطه دي، ولكن هو مقتنع، وهذا الامور الفنيه خاصه فيه هو. وبالنسبه لنا ان شاء الله نعدي المباراه هذه، لانه المباراه الجايه حيرجع نايف قاضي ماجد العمري، ويرجع ان شاء الله كثير من أعمدة الفريق. والموضوع نتمنى إن شاء الله اليوم أن نفرح بس جماهيرنا وننهي المباراة إن شاء الله بطريقة نقدر نحسمها إن شاء الله في الرياض. لكن يوجد يعني هادي يحيى وأيضا يوجد العواجي كدفاع، لكن خرجوا من التشكيلة. الأسباب يعني أبو الوليد أنه ما يلعب قلب دفاع؟ لا، موجود قلب دفاع، لعب قلب دفاع، لكن تقصد قلب دفاع احتياطي. هو يكتفي بعبد الملك الخيبري، يقول اذا احتاجوا اثناء المباراه يعود قلب دفاع. عموما الامور الفنيه نتركها للمدرب، وناقشنا المدرب ومقتنع بطريقته، واحنا ان شاء الله ثقتنا كبيره بمدربنا، ولا اعتقد ان الامر ان شاء الله يعني بيكون ان شاء الله مزعج لهذه الطريقه. ابو الوليد، نقول في بعض الاشياء يعني اصابه عبد الله الشيل، ايضا ارضيه الملعب نقول سيئه، زياده الصخب في الصوت داخل ارضيه الملعب كانت سببت ازعاج. اي، لانه احنا تكلمناهم على اساس تدريب الحراس مفروض اكثر هدوء، ولكن طالما انظمه الاتحاد الاسيوي تجيز من الاشياء هذا من حقهم براحتهم. احنا ارضيه الملعب انا اعتقد سيئه جدا، بس علينا وعليهم، بس سيئه جدا وقاسيه جدا. ابو الوليد، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى باذن الله سفير المملكه العربيه السعوديه نقول نادي الشباب ان يكون خير الممثل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، لا يبقى ايضا الا ان نقول ان عبد الله الاسطى هو ظهير ايسر، لا يوجد اي قلب دفاع في دكه الاحتياط.